السلام عليكم. لو زهقتي بقى من الفطار كل يوم وتقومي تحضري في فطار والولاد زهقوا من السندوتشات العادية في المدرسة، يبقى هو ده الحل. هنعمل النهاردة القرص الطرية الفلاحي بطعم السمنة البلدي. كل قطمة هتحسي فيها بطعم السمنة البلدي مع انها بكمية سمنة قليلة. هتقدميها على الفطار او هتقدميها يعني كسندوتشات كده مع جبنة مع مربى مع عسل مع شوكولاتة. عايزة اقول لكم تحفة يا جماعة، احلى من الباتيه والكرواسون والدوناتس كمان. طيب هنجربها وهنحكم بنفسنا، بس التزموا بكل التعليمات. قبل ما ابدا الفيديو حطوا بقى لايك للفيديو وشيروه في كل حته، ويلا على بركه الله نبدا. هنعمل النهارده بمقدار كيلو من الدقيق. هحط ايه دلوقتي؟ هحط كوبايه الا ربع من السمنه البلدي. يا سلام لو كانت سمنه بلدي هتخلي الموضوع حلو جدا، ولو ما فيش سمنه بلدي اي سمنه هتستخدميها هتنفع. انا جايبه هنا يا جماعه لبن وعاملاه زبادي زي ما انتم شايفين في الحله، وده احسن حاجة واوفر حاجة كمان. لما تكوني عايز تعملي قرص هاتي لبن كده وروبيه. حطيت قد ايه من الزبادي بالكوباية هو اللي معايا. حطيت كوبايتين وهحط نص كمان. خدت كمان الشرش اللي بيبقى موجود في الزبادي دوت حطيته لانه بيبقى طعمه يعني دسم كده وجميل، يعني قيمته بتبقى حلوة كمان. اما دي بقى القشطة اللي انا شلتها من نفس ال2 كيلو لبن وطلعتها منهم بعد ما غليت اللبن كده وسبت يوم في التلاجة. طبعا مش هنستخدم ال2 كيلو لبن كلهم، بالكتير كيلو لبن بس، والكيلو التاني هنسيبه عندنا. حطيت هنا معلقتين كبار من السكر البودرة ورشة ملح، وهنحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهحط كيس خميرة فورية كامل اللي هو بيماثل معلقة كبيرة. هنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كده وندوبها كويس قوي، وكده خلاص تمام. لو احتاجنا اي سوائل تاني هنضيف ميه، يا اما لبن يا اما زبادي تاني، وانا عندي الزبادي موجوده فهضيف منها. تمام. هنحتاج لان عايزه العجينه تبقى طريه كده عشان القرص تبقى طعمها غني وطريه كمان. حطيت كيلو دقيق منخول انا نخلاه زي ما انتم شايفينه على الصينيه. هقلب في البدايه بالمعلقه. عايزه اقول لكم ان عجن القرص والحاجات اللي فيها سمنه وفيها لبن او كده بيبقى عجن سهل جدا، ومش محتاجين عجينه فيها عرق ونقعد نعجن فيها، لا مجرد بنعجن كده وكل حاجه تندمج كويس قوي ويبقى خلاص. نزلت بكوبايه من الشرش مع الزبادي زي ما انتم شايفين كده. انا استخدمت يعني لو انتوا هتعملوا هاتوا كيلو واحد من اللبن واعملوه، هيعمل معاكم المقدار ده. وعايزه اقول لكم دي طراوه العجينه، انا عايزاها طريه كده، يعني هي بتلزق وانا بعجنها، لكن بعد ما اخلص عجن فيها هنلاقيها عجينه طريه. بس يعني اهو زي ما انتم شايفينها بالمقادير اللي احنا حطيناها. 3 كوبايات ونص يا جماعه من السوائل حطيناهم او من الزبادي يعني. هسبتها تخمر لغايه ما حجمها تضاعف زي ما انتم شايفينها. مش عايزاها تخمر يعني خمر مبالغ فيه، دي قرص وعايزه احس بطعم السمنه فيها. هجيب بقى صينيه وهكورها بقى كور كده يعني بالحجم اللي انت عايزاه. عايزه تعمليها كده، عايزه تكبريها تصغريها براحتك. انا عملتها وسط زي ما انتم شايفين كده. بنجيبها كده وبنلمها وبنروح قافلينها من تحت ورصينها كده في الصواني. وبنيجي بقى من اول حاجه بدأناها بتكون ارتاحت شويه بنقوم بادئين فردينها كده. انا عايزه السمك اللي انتم شايفينه قدامكم ده يا جماعه، ما تخلوهاش سميكه عن كده عشان برضو طعم السمنه يبقى باين فيها وتبقى مستويه كويس. لاحظوا لسه هتخمر تاني. بنسيبها تخمر لغايه ما حجمها يتضاعف. من نفس الزبادي اللي معايا بجيبها وبحط عليها معلقه قشطه برده من نفس القشطه اللي طلعتها من اللبن. اللبن يا جماعه بيبقى مليان خير. لما تكونوا تعملوا حاجه زي كده لازم تجيبوا لبن وتاخدوا منه القشطه وتروبوه وتشتغلوا بيه، هيديكوا نتيجه روعه وتوفير خطير. دهنت الوش زي ما انتم شايفين، دخلتها فرن سخن خالص على الشبكه لغايه ما خدت لون من تحت. ولعت عليها الشوايه اخدت برده لون. لازم اول ما تطلع من الفرن نهويها كده، نهويها يعني نوقفها كده بحيث تتهوى كده، بتبقى طريه جدا. بعد ما بخلص كل المقدار بقدمها كده زي ما انتم شايفينها وبحطها على بعضها عادي جدا، بس تكون بردت. يعني نهويها الاول وبعدين نجيبها على بعض كده. عايزاكم تشوفوا الهشاشه من جوه. احلى حاجه فيها الطعم يا جماعه، طعم السمنه البلدي باين في كل قطمه. لو قطمتي منها قطمه هتحتاجي تكملي 1 و2 و3، خدي بالك. مع احلى بقى شاي بلبن. وده الفطار بقى، الفطار الرايق بحق. لازم ما بين فتره والتانيه تغيري وتعملي لاولادك ولنفسك كمان فطار جميل زي ده. عايزه اقول لكم بحبها جدا مع الجبنه، ومع ولادي بيحبوها مع الشوكولاته كمان. انا بحبها مع جبنه وشاي بلبن مع عسل. عاملوها معامله الفطير يا جماعه او معامله الكرواسون والحاجات الجميله، المخبوزات اللي احنا بنجيبها من الافران اللي بتبقى معموله بحاجات مش مفيده خالص بس مضره.
بص بقى مع الشوكولاتة كأنك بتاكلي كرواسون بالشوكولاتة. لايك للفيديو، شيروه في كل حتة. شكرا ليكم.